في الاول فاش عرفت راسي مثليه كانت من صغري تقريبا 7 سنين 8 سنين. ما كنت ديما كنميل للبنات، ما كنتش كنميل للدراري، كنت كنميل للدراري فاش اللعب ديالهم، كنت كنلعب معاهم وكنت كنلعب معاهم كره، كنت كنلعب معاهم بزاف ديال اللعب تيلعبوها. بالضبط متى بديت الكره ما قلت لكم من صغري وانا تنلعب فيها، ولكن يمتاش مشيت لواحد الفريق يعني بروفيسيونيل مشيت لعبت فيه، كان في الليسي ديالي يعني فاش بديت في السانكيام. دونك مشيت بحال قلت لقيت واحد العائله الثانيه ديالي تمايا. كنتقاسموا واحد الحاجه اننا تقريبا حنا كاملين كتجمعنا واحد الحاجه سميتها المثليه. انا هارون من مكناس، عندي 21 سنه وانا جو سوي هوموسيكسويل. فاش عرفت فوقاش زعما انا عرفت راسي جاي كانت عندي شي 12 عام 11، ولكن في الاول نهار عرفتها ما تقبلتش راسي وكان كيصحاب لي واش غير انا اللي داير بحال هكا. المهم في الاول تأزمت وكنت كنسمع داك الشيء بحال قلتي محاضرات ديال الدين، يعني كيبقاو كيعطيو الا كنت انت كاي وبغيتي هذا خصك دير هذه وخصك تبقى تصلي كذا وكذا وخصك. وكنت ابارامون كنمشي للجامع وكنبقى كنصلي النهار كله على اساس ان الفكره ديالي ان داك الصلاه وداك الشيء اللي كندير غادي يغيرني وباق غنفيق غدا وغنلقى راسي انا ماشي كاي. من بعد سيغتان طون وقفت، يعني انا في الدوزيام اني ديال الكوليج فهمت بان انا داير هكا وما يمكنش نبدل هذا الشيء. الوغ خصني نتعايش معاه وخصني نتقبلو. El Marroc és un règim monàrquic en el qual doncs, hi ha la monarquia alauí, que és una monarquia diguéssim que porta doncs, diversos segles governant el Marroc. Es tracta d'un estat que té un règim autocràtic, no? És una dictadura, no és un sistema democràtic. La situació dels drets humans és una situació molt deficitària, on hi ha conculcació de drets humans de forma quotidiana. El col·lectiu LGTB evidentment doncs, és un col·lectiu que està estigmatitzat al Marroc. El Codi Penal, i això continua sent així després de la reforma del 2015, de fet l'article, el 489, és l'article més conegut perquè de forma molt explícita diu, o sigui, condemna les relacions entre persones del mateix sexe, no? Que considera contra natura. No? Estableix doncs, unes penes de presó que poden anar fins a 3 anys i també unes multes econòmiques. ولادي نيوبة، نواحي نسوس بالضبط أكادير. هضرت في هذا الحوار بلغتي الأم وبوجه ماشي مكشوف، وللأسف هذا الفيديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووصل للعائلة، ووصل غير العائلة البعاد، الناس بحال خوالي وعمامي وصل ليهم، ووصلوا الخبر للعائلة الأقرب بحال بابا وخوتي. وهنا وقع المشكل، فاش شافوا الفيديو عرفوا باللي انا، حيت الصوت باين واللبس وكلشي باين. ما تعرضتش للضرب ولا الكلام الجريح، ولكن تعرضت للعنف اخر اللي هو الاهمال وسوء التعامل. كيتعاملوا معايا كانني واحد بحال شي جرثومه في الدار. بالنسبه للمجتمع المغربي، من اكبر الفضائح اللي ممكن توقع بين الاسر المغربيه ولا الاسر العربيه اون جينيرال هو انهم يكون عندهم ولدهم او بنتهم هوموسيكسوال. يعني ممكن يوقع لهم اي حاجه ممكن تتخيلها، اي حاجه، حتى الجرائم ديال الاعتداءات والقتل ممكن تكون الا هوموسيكسواليداد، لانه اوتوماتيكمون كتحكم عليه بانه منبوذ في المجتمع. I know a friend of mine who has a body of a male and he wants to become a woman. You know what does he do? I mean, they are eating pregnancy pills so that they can change the hormones. They are suffering because they don't have medical support. They don't have
psychological support. The family hate them because they look different. It's an everyday struggle. Quan tens un sistema repressiu, no? Que diguéssim actua d'una forma tan eficient i sobretot els components de la societat, arriba fins a l'extrem això que la família també es converteix en un instrument més d'aquesta repressió. Trobem doncs, que les persones que es desvien, no, d'aquestes, que són considerades les pràctiques més normatives, doncs, tenen aquesta pressió tan forta que pot venir de la família, pot venir dels amics, pot venir de l'entorn escolar, de moltes institucions que, com deia, són també corretges de transmissió d'aquesta repressió. If we reach the police and they take our phone and they find out that I have pictures or anything like this, that's a great evidence that will allow them to arrest me. And there's no way out. I would be arrested just because I'm gay. Not because I'm having sex or something. Just because I'm gay. If I have evidence in my phone, I'll go to jail. You know, despite homosexuality, accused, our police, they humiliate people, they beat people if they can. انا ملي كنكون في شي مرات كنحس بحال واش بينت شي حاجه ولا كنحاول دائما ولا بحال ملي كنكون مع هارون ولا شي حاجه اذا حسيت بشي حاجه كنبدا نخدم كلمات بحال اصاحبي ولا شي حاجه بحال تيو ولا شي حاجه بحال هكذا اللي كتخلي زعما الغولاسيون بيناتنا غولاسيون صحبه. كنبقى نضحك شي شويه اكثر من القياس ولا نبقى نحادي فيه بواحد الطريقه اللي غير اللعب، فهمتي، غير زعما شباب كيلعبوا مع بعضهم وصافي. اللي تقدر عندنا كنعيشوا نوعين، جوج الانواع من الحياه. كنعيشوا النوع الاول وهو الحياه العاديه، والنوع الثاني اللي هو الخصوصيات ماشي في المساله الهوموسيكسوال وداك الشيء، لا، كنهضروا حتى في المسائل الشخصيه ديالنا. ما عندناش انتيميتي، ما عندناش حنا كنساء مثلا، حين كنكونوا باغيين نجلسوا مع بعضياتنا او نديروا حفله او كنتخبعوا كاملين بينا، كنكونوا في الديور ديالنا، ما كنقدروش نخرجوا عن الملأ لأن كيتنظر لها بطريقة خايبة في المجتمع. Je m'appelle Oussama Bourouja, je suis le président de l'association Aqliyat, je suis un activiste LGBT. في البداية أقليات بدات كمجلة المغازين اللي كانت صوت ال LGBT كاملين اللي بغى يعبر على شي حاجة كيكتب فيها، كانوا حوارات. من بعد شفنا أننا خاصنا نقدموا شي حاجة أكثر LGBT، أننا نشوفوا حيت كيبان لك اعتقالات بزاف، ما كاينش بزاف ديال الناس كيدويو، ما كاينش بزاف ديال لي ميديا اللي متابعين القضايا. دونك اننا ولينا كنخدموا على القضايا، كنمشيو للمحاكم، كنعينوا محاميين. هنا بدات الخدمه ديال المجموعه ديال الاقليات اللي درنا فيها الحمله ديال الحب من حقوق الانسان، واللي هي كانت حمله ديال توزيع منشورات تدعو الحب والسلام والتعايش بين LGBT وباقي افراد المجتمع. حركه مالي هي واحد الحركه بدات في 2009، وهي حركه علمانيه كونيه نسويه اللي كتدافع على الحريات الفرديه. في 17 ماي كنقوموا بوقفات احتجاجيه اللي هو اليوم العالمي لمناهضه رهاب المثليه ورهاب التحول الجنسي. يعني في ذاك النهار حنا كنقوموا بوقفات احتجاجيه قدام وزاره العدل وقدام وزاره الصحه، يعني باش كنبينوا ان الدوله ان المثليه الجنسيه راه ماشي مرض، وبان هذا الفصل هذا راه خصو يتحيد ما يبقاش. هو السلطات ديما كتضيق عليك، فهمتي، عمر المخزن ما غيخليك فهمتي دير كيما بغيتي وتناضل كيما بغيتي. انا مثلا اكزومبل التاسيس ديال الاقليات، من مور التاسيس ديال الاقليات فهمتي مشى المقدم عند الرئيس ديال الجمعيه كيسولو كذا، جاو عندي انا لا ديستيل الدار، من مور ما ساليت مع بقى كيسولوا الاسئله اللي بغاو، ساليت جمعوا دوك الاجوبه كاملين عطاوهم للدار، فهمتي، موراك تخرج من الدار جراو عليا وكذا، ما عندي الوالد ملتزم من اللحيه وكذا. فهمتي ان المخزن ما عمره ما غيخليك، ولكن ضروري خاصنا نديروا هاد التضحيات هذه. التضحيات لابد منها، فهمتي، حيت لما درناهاش ديما نبقاو نقولوا لا درت هادي راه المخزن غيدير ليا هادي، راه نبقاو اللور، ما عمرنا ما غندويو على حقنا وعمرك ما غتاخذ حقك.
perquè canvien les coses ha de ser la pròpia població la que es mobilitzi. Pot haver-hi suport exterior, etc., però ha de ser aquests marroquins, marroquines, que veuen conculcat els seus drets, que surtin, s'atreveixin a sortir al carrer amb tot el perill que això pot tenir, a la via pública, a denunciar la situació i que trobin aliances amb sectors de la societat. Això és el més difícil de canviar. شوية اللي الحل واحد أننا نغيروا هذه السياسة هذه هي التوعية، حيت واخا نحيدوا 489 نحيدوا لاغتيكال 489 وكنطالبوا باش انه يتحيد، لكن يبقى عندنا عاوتاني واحد المجتمع، خصنا عاوتاني قوانين اللي كتحمي المثليين، خص التوعية ديال المجتمع انه ما خاصوش ينتهك هذوك الحقوق. عمر ما كان الحل هو اننا كاملين بينا نخويو، اللي كيتعرض للعنف يخويو، اللي كيتعرض للظلم يخويو، اللي كيتشد حنا عندنا معتقلين الرأي عندنا كثار، عندنا اي حاجه فيها الحريه الفرديه او الشخصيه فيها حبس، فيها عقوبات حبسيه، فيها الناس ساعتها كاملين بينا غنخويو، غنقولوا بان كنتسناو التغيير، ولكن التغيير اذا ما تخدمش من الداخل عمره ما غيكون التغيير. اما في حياتي الشخصيه دابا انا ما كرهتش من دابا تقولوا لي تخرجي للمغرب مع الجيرفريند ديالك نقول لكم بسلامه ما ندي والو، نقول لكم الله يعاون. يعني ما حدي انا في المغرب ما عاشتش حياتي كيف ما بغيتها انايا، ما عنديش ديك الحريه الفرديه اللي انا خصني نعيشها، يعني في الميولات الجنسيه ديالي، في الميولات الدينيه، في بزاف ديال الحوايج انا انا مقيده حاليا، غير كنتنفس ماشي عايشه حياتي، غير كنتنفس، يعني على قيد الحياه ماشي عايشه حياتي، غير كنتنفس بحال سديتي عليا في شي حاجه وكتقولي لي غير شوفي وسكتي وما تهضريش، بحال هكا انا كنحس بحال في حياتي حاليا. أنا اسمي أيوب العدسي، كعيطوا لي ماجي، خلقت في 20 شهر جوج 2000، دابا عندي 18، دابا طالع في 19، قريب سالي 19 في 17 في هاد الجوج هذا. كنخرج في المغرب كانوا كيضربوني بالحجر، شحال مرة تعدوا عليا، شحال مرة طلعوني في طونوبيل وطلعوني للغابة واغتصبوني، شحال مرة تعدوا عليا بصح في المغرب انا غادي في الزنقه كيشريو لي بحجر، كنمشي عند المحل ما كيبغيش يبيع ليا، كنمشي الكوميساريه ما كيبغيوش يعطيوني شي ورقه، كنمشي للمحكمه ما كيبغيوش يديروا لي محامي شي حاجه. صافي فاش دخلت لهنا سبته ما كنتش كنعرف هنا السيتي، ما كنتش كنعرف اللجوء شنو هو، انا كنت غير ندخل عند البنات هنا كنمشي معاهم الديسكوتيكات كنقصر معاهم. حتى واحد المره فاش طلعت لطنجه قالت لي واحد العائل قال لي راه كاين هنا كيديروا اللجوء، جيت انا كنسول هنا عند البوليس قالوا لي بصح، صافي تماك درت اللجوء دخلت لهنا للسيتي، دابا انا في 7 شهور وانا هنايا. CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Es un centro de acogida de toda aquella persona que entra extranjera en la ciudad de Ceuta y que tiene prevista una acogida temporal. Cuando el extranjero ya ha entrado en la ciudad, el paso lógico es manifestar que quiere solicitar protección internacional en la oficina de extranjería. Se le da una cita para que pueda formalizar esa solicitud, en la que realiza una entrevista explicando los motivos por los cuales ha huido de su país. Y una vez esa entrevista se ha realizado, se remite a la oficina de asilo y refugio que está en Madrid y se inicia la instrucción del expediente de asilo. En el caso del colectivo LGTBI, me preguntabas específicamente, no hay ninguna diferencia, el trámite es el mismo para cualquier persona que manifieste esa necesidad de protección internacional. بحال سبت انا دخلت باسابورتي عادي كاي تطواني، كاي خصوصا تطوان، يعني كندخلوا غير باسابورتي تطوان فنيدا، كندخلوا غير باسابورتي. دخلت لقيت هاد الماركت السيتي هذا، دابا عندي عام وانا هنا، يعني عام وانا هنا، عام د المعاناه، عام بزاف د الحاجات، يعني لا مبالاه يعني. Se entiende que la persona que huye de su país por un motivo de persecución no ha podido preparar toda esa documentación, o incluso en muchos países se dan violaciones de derechos humanos, se dan detenciones, por ejemplo en Marruecos, por ser homosexual, lesbiana, transexual, y nunca quedará un registro documental de esas detenciones o de esas agresiones. Por lo que la persona lo que tiene para demostrar su relato, en el fondo es su palabra.
بالنسبه للحوارات اللي عملت مع استرانخيريه، الحوار الاولي كنت يلاه جيت نتفاعل اللجوء هنايا في سبته، يعني قالوا لي كيسقسيك على بزاف د الحاجات مثلا شكون اللي خلاك تجي، فوقاش حسيتي براسك بديتي كتشوف راسك جاي، يعني واش عمرك ضربوك، واش عمرك زعما جراو عليك، واش عمرهم عذبوك، واش كيسق. ملي مشيت نعمل الانتريفيستا تما هضروا معايا على مشكل علاش جيتي هنايا وعلاش قررتي انك تعمل الاسيلو هنايا. حكيت له المشاكل ديالي بانني انا جاي ما نقدرش نعيش في المغرب، عندي بزاف المشاكل مع المجتمع تما. En la cultura ambiente, mucha gente dice, sí, claro, ahora todos los marroquíes son gays o son lesbianas, como estrategia para que les concedan el asilo. Y a mí me parece una como falta de respeto a la situación de lo que viven estas personas, ¿no? Es eso, se banaliza, se trivializa. Pero que por otra parte me parece normal que la gente mienta y diga esto, porque tenemos unas políticas migratorias tan restrictivas, tan injustas, tan de poner la zancadilla para que no vengan, que claro, que la gente miente. Ojalá no tuvieran que mentir con el tema este, porque la consecuencia es que se les hace daño a los que lo viven. El Ceti tiene una población muy diversa. Tenemos población subsahariana, población magrebí, hombres, mujeres, familias con niños, colectivo LGTBI, colectivo no LGTBI y una parte del no LGTBI con una mentalidad que no es precisamente tolerante y que no aceptan esa diversidad. Por lo tanto, en ocasiones sí que es cierto que las personas LGTBI se ven amenazadas, se ven incluso agredidas y su vida cotidiana en el centro se complica. من معاناة طحت فيهم هنايا صراحة الله ما مرتاحش مرة، غير كنحاول يعني نتأقلم وصافي. معاناة بزاف، كيطرني الناس بزاف، عزيوش كيقايلو يبقاو يبصقوا، بقاو يقولوا لي الهدايا باللغة ديالهم ما كنفهمهمش. الجزائريين كيبقاو يقول لك ما نعرفش شنو ديك الهضرة ديالهم ناقش، ما نعرف شنو. كنشال الحوايج ديالي كيسرقوهم لي. مؤخرا كنسرقوا لي ماليطا ماكيجاخي دولي ماكينه. صراحه الله ما مرتاحش والله. كنخاف في الغابه يتعرضوا لي ويضربوني، حيت انا انسانه ضعيفه صراحه، ما بقيتش قويه بحال اللي كنت. بالنسبه للمشاكل اللي عندي انا في السيت، يعني ماشي مشاكل كبيره، ولكن يعني مشاكل عندي مع مشكل اللي كنحس منه هو في كوميدور، يعني في كوميدور فين كناكلو. عندي مشكل مع الكوارديا. علاش؟ يعني انت ملي كتكون في كوميدور وكتموت بنديخه ديالك مثلا، داك واحد خدام داك الماكله كتسيبها لك، يعني بحال واحد حاشاك واحد كلب مثلا ولا ما عرفتش، يعني كتسيبها لك بواحد الطريقه. المشكله الثانيه مع الكوارديا عاود، يعني كتكون ناعس 3 الليل باش يعمل كونترول، يفرض عليك باب، يعني يفرض عليك بواحد الطريقه بحال اللي حنايا مثلا نوصي، يعني حنايا بحال واحد ما ساويينش، يموت حماق بكي يغوت، ماشي شغلهم فيك يعني صراحه. شحال مرة هضروا انا دايز كيقول لك يا اخر شي حاجه، كيقول لك وانا ما جيتش لهنايا باش ندابز ولا نعمل معاهم مشاكل، ولكن دائما كنتحط في نفس البروبليم، دائما كنتحط في نفس المشاكل. على ديك الشيء حسيت بشويه بالضغط هنايا، وحتى النعاس ما كنعسش هنايا، كنعسش مزيان هنايا، ما جبرتش الراحه ديالي. وكنخرج للسينترو، كنخرج للشارع، باقي كنتعرض لنفس المعاناه. باقي هنا لحد الان هنا المغاربه اللي كيسكنوا هنا باقيين كيضربوني بالحجر، باقيين كيتعداو عليا، كيتعرضوا لي هنا في الطريق، هنا في السيتي ما عايشش مزيان. Ellos vienen aquí creyendo que ya por fin llegamos al sitio de la libertad y se pegan unos palos porque se dan cuenta que
no en la misma medida, pero que la estigmatización sigue presente aquí en la sociedad esta. Entonces, yo diría que la mayor necesidad que tienen ellos es como de poder ser ellos con libertad y que no lo encuentran del todo en Ceuta. Desde CEAR siempre hemos sostenido que las personas solicitantes de protección internacional no deberían estar aquí. Ellas, una vez son documentadas con la tarjeta roja, que se denomina, al documento que acredita la condición de solicitante de protección internacional, tienen el derecho, por ley, a trasladarse a territorio peninsular. Y en territorio peninsular estar acogidas en un centro de protección internacional. Sin embargo, aquí no se permite ese paso a península, se retiene a los solicitantes de asilo, lo que hace que su estancia se prolongue de forma un poco exagerada, la verdad. باغي نعيش بالتحديد في مدريد ولا في برشلونة، باغي نقرا وباغي نخدم وباغي نعيش الحرية ديالي وتحترم فيه الإنسانية ديالي والحقوق ديالي، وما يهني حتى شي واحد وما يستعبدني حتى شي واحد وما يستغلني حتى شي واحد كما وقع عليه هنايا. وتحاربت على هذا الاساس وقاسيت على هذا الشيء، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي نخبعها ولا نخاف منها، وحنا ماشي لاوروبا باش نعيشوا ديك حقوق الانسان اللي كنسمعوا بها، حيت باقي لحد الان ما شفناهاش. انا بغيت اول حاجه غير نخرج غير من هنا لسفسه، فيما لاحوني في خوزيرات في مدريد في برشلونه ما عنديش مشكله، وانا باغي نطلع تماك باش نحقق الحلم ديالي اللي ما نقدرش نحققه انا في المغرب. في المغرب في كنمشي عندهم باغي نكون انا هذاك الشيء اللي بغيت، ما كيبغيونيش، حيت في المغرب عندنا عيب. انا باغي نطلع لاسبانيا باش نكون موديل، باغي نخدم. انا الهوايه ديالي هي نكون ان موديل ونكون مشهور عالميا. يعني هادشي اللي كاين، يعني نتعرف على الناس عاودين مزيانين، ولا كانوا الناس يعني اللي كاين الناس واخا تكون بوحدك وما معاك، ولكن كيحس براسك بوحدك، حيت كيكونوا يعني محترمينك، يعني كيكونوا مقدرينك، يعني نتعلم على الناس، نتعرف على الناس، نخدم حتى انا، نتعلم بزاف د الحاجات، نبدل الثقافه ديالي. هادشي اللي كاين، وكنتمنى زعما يكون خير ان شاء الله. Soy Redman, soy de Marruecos, tengo 26 años. Estoy viviendo en Rubí y estoy trabajando también en Barcelona. Mi vida era muy difícil, es como no podía vivir. Mi familia era el primer enemigo. Mis hermanos me maltrataban toda mi vida. Mi padre, que es divorciado con mi madre, me ha dicho: tú no eres mi hijo, nunca digas mi padre. Yo no tengo un hijo así. Estuve en el barco 16 días y al final me han llevado a Valencia, en un centro de extranjería, que desde ahí pedir asilo. Me han dicho que íbamos a estudiar tu caso, me han llevado aquí. Estaba con Cruz Roja, me han dicho que vas con una organización que se llama CEAR y vas a Barcelona. Y ya me fui a Barcelona. La Convenció de Ginebra, tant a la normativa europea com a la normativa interna, o sigui, ens defineix uns motius pels quals les persones poden fer una sol·licitud de protecció internacional. O sigui, els motius que estan previstos són per motius d'ètnia, per grup ètnic, per motius religiosos, per motius polítics, per motius de nacionalitat i el que anomenem un calaix de sastre, que seria per grup social determinat. Són les persones que tenen unes característiques innates, immutables, que formen part de la seva identitat, que no se'ls pot demanar que modifiquen aquesta característica que configura el grup social determinat. Tradicionalment, les sol·licituds de persones LGBTI s'han tramitat dins de l'especificitat de grup social determinat. Barcelona ha sigut sempre una ciutat molt oberta amb temes de diversitat sexual i a partir d'aquí ens arriba molta gent realment que estan demanant asil i que ho fan per causes LGTBIs. El refugi, com sabeu, té dues branques paral·leles, que són una, la branca jurídica, a la qual es fa la petició d'asil, diguem la jurídica, la de la protecció internacional, i una branca, diguem-ne, social, que és la de protecció social cap a la persona que demana el refugi o la protecció subsidiària. El problema tenim quan aquestes dues fases, que haurien d'anar inseparables, es trunquen en el temps, se descompensen. Aquí és on podem tindre els conflictes. Si no va com passat, podem tindre algú amb una sol·licitud
en tràmit, que encara no ha accedit a procediment, que ha passat a segona fase, que va vinculada a l'autonomia, recerca de feina i encara no té l'autorització. Per tant, jo crec que és un sistema pensat per anar en paral·lel, els tempos anar en paral·lel. El que ens hem trobat que no sempre aquestes dues potes del sistema d'asil han anat en paral·lel. En quant a accés al sistema, sí, tenim una situació de col·lapse. Si hi ha una situació de col·lapse, el qual implica que les persones poden arribar a trigar mesos en accedir al sistema d'acollida. Esta acogida dura solamente un periodo corto, que puede ser de un año hasta 18 meses. En un año o 18 meses, esa persona tiene que aprender el idioma, tiene que adecuarse y poder ser autónoma y trabajar. Lo que la gente decía, las entidades decíamos, es imposible que una persona en un año o en 18 meses logre tener una autonomía con un proceso tan acelerado. Entonces se plantea al Ayuntamiento de Barcelona la necesidad de generar algún tipo de complemento a este trabajo por parte del Estado y de las entidades de acogida. Entonces surge la idea de crear un programa complementario com és el Nausica. Hi ha una part que se'ns demanava i que era molt clara de perfils LGTBIs que no acabaven també de tenir la seva pròpia, no acabaven de tenir la seva pròpia autonomia i que ens va, diguem-ne, suggerir que tinguéssim tota una sèrie de pisos enfocats cap a aquest col·lectiu amb espais concrets i amb serveis molt concrets per aquest tipus de persones. No encontré una habitación porque era muy difícil. De ser marroquí, me han dicho siempre, no puede, así, lo siento. Y acá me ayudan. Me han dado una habitación muy buena porque vivía en un clima que me gustaba. Con dos personas gay y con una persona lesbiana. Y así me gustaba mucho, porque ya somos de la misma, nos gusta la misma cosa. Con el proceso, de verdad, me gusta, está bueno. Pero la cosa que es difícil tienes que esperar y esperar y esperar hasta que tener la decisión. Y la gente le dice no, mucha gente dice no. Yo de verdad tengo miedo que me digan no. Yo no sé, no tengo ninguna idea qué voy a hacer después de esto. L'índex de denegació de les sol·licituds de protecció internacional presentades a Espanya tradicionalment ha sigut molt elevat. Sí que hem arribat a tindre nombres, xifres molt baixes de concessió, potser al voltant d'un 9%, xifres que al llarg del temps van incrementar, però també perquè es van sumar els expedients d'extensió i reagrupació familiar de les persones que ja tenen un estatut de protecció, o en determinades ocasions, en determinats anys, veiem que la xifra puja vinculada a algun programa específic que s'ha dut a terme, com per exemple va ser la reubicació de persones procedents de Grècia i Itàlia. Però si traiem aquestes sol·licituds, o en els últims anys si traiem les sol·licituds de persones nacionals de Síria, per a la resta de nacionalitats realment veiem que l'índex de concessió és molt petit. Per tant, hi ha molta denegació de sol·licituds. O sigui, la gent que arriba a Barcelona i arriba al programa Nausica arriba amb moltes maletes i amb molts traumes tant de la sortida com de l'arribada, com de la inclusió a la ciutat de Barcelona, i també hi ha un tema d'inclusió sociolaboral, que aquest és molt important, perquè diguem-ne que molta gent es veu abocada cap a circuits de prostitució i les sortides cap a altres aspectes de la inclusió sociolaboral són importants. Hemos visto que muchas de las personas LGBT, migrantes y refugiadas, cuando llegan a la ciudad también sufren algunos ataques de tipo homofóbico o xenofóbico. He escuchado en la calle, en mi cara, una vez de un bar, que hablaba que los migrantes, encima marroquíes, que llegan aquí a España, nos roban trabajo, nos hacen esto, nos hacen esto. Yo estoy escuchando esto, no me ha gustado lo que estaban diciendo, pero yo sé que hay gente, hay mucho así, como homofobios, como islamofobia. Hay una visión, incluso promovida por parte de las organizaciones LGBT, en el cual dicen, no, es que en el mundo está muy complicado, es que en los países árabes los musulmanes son muy... Yo creo que es un discurso colonialista directamente,
en el cual favorece nuevamente la reproducción del racismo y no se favorece la visibilidad de procesos que se han llevado de parte de algunos de los países que han ido avanzando poco a poco en derechos. Tal vez la gente critica cuando si es religioso como es gay. Y para ellos es como algo pecado, como muy mal. Yo digo, no. Una vez he hecho unas charlas aquí en Barcelona y me preguntaba, ¿tú eres musulmán? Digo, ¿y? No, yo me pregunto, digo, sí, soy musulmán. ¿Y si practicas? Digo, sí. Y dice, ¿por qué es gay? Si tú eres musulmán no puedes ser gay. Digo, es que no yo he elegido ser gay. Yo lo siento ahí dentro. Tú ni nadie no puede cambiarme. Digo, solo tienes que entender lo que yo siento. Para poder llegar a personas que no son claramente favorables al refugio o a la migración, creo que es necesario el conocimiento. Y para eso yo creo que desde las entidades estamos haciendo acciones de acercamiento de las personas refugiadas a realidades y a la construcción diaria de la cotidiana. Ya no en tanto testimonio de la dureza de mi vida, sino más bien en encontrarnos en un espacio diferente, lo que alguna persona llama encuentros improbables. O sea, la posibilidad de que yo me encuentre con una persona refugiada en mi vida cotidiana no es fácil, aun cuando están en nuestra ciudad. Y que yo sepa que sea una persona refugiada es más difícil todavía. Y que yo le pueda preguntar lo que yo tengo de duda y que a lo mejor es un prejuicio, es más difícil todavía. He visto que Barcelona es otro mundo, que aquí es normal, he visto gente que salía en la calle. Luego poco a poco pues me salía del barrio ya y me fui a unas asociaciones para que pueda conocer gente igual como yo. Yo vivo feliz ahora, yo vivo feliz, yo puedo hacer lo que quiero y me siento como que tengo una familia, que con Akachi, claro. Tengo una familia, tengo personas como yo, puedo hacer lo que quiero. En frente de ellos no me van a decir nada, me van a aceptar porque ellos como yo, somos como una familia. Que cada persona desde su país le maltrataban, ya viene ahí, encuentra una familia, un espacio, un clima de... Siempre tenía un sueño de vivir así. Es como un sueño, que la gente de aquí no puede entender esta cosa, que vivir así en libertad es un sueño de otras personas, como yo.